بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد وروتين جديد على قناتكم وصفات ناجحة مع أم تسنيم. إن شاء الله تكونوا كامل حبيباتي بصحة جيدة في الوقت اللي طلع لكم الفيديو هذا. نرحب أولا بكامل المشتركات اللي التحقوا جدد بالقناة، نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتوا قناتي المتواضعة. وانت اللي دخلتي جديد القناة ما تنسيش تفعلي الجرس باش يوصلك معنا كل جديد، أكيد هذا كمال فضلا وليس أمرا. اليوم إن شاء الله تحت طلبكم انتم وتحت اختياركم خيرتوا وصفة البقلاوة نصورها معاكم بكمية صغيرة. راح ندير معاكم بلاطو صغير بمقادير مضبوطة للعجين للحشو، فيديو كامل بالتفصيل للمبتدئات، يعني وحدة ما زالت تخمم تحب تبدا في هذاك المشروع، راهي تقول انا ما نعرفش ندير الكميات صغيرة، راح نحاول ديما نبدا لكم بالكمية الصغيرة، وان شاء الله اذا حياني ربي راح نحاول ندير لكم البلاطو نتاع نص متر كما تعرفوني نبازي لكم ديما على المقادير المضبوطه. المهم حبيباتي قبل ما نبدا نصلي ونسلموا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. وما تنساوش قبل ما تبداو تهبطوا لتحت ديروا لي جيم الفيديو فضلا وليس امرا. هنا راح نبدا نفتح قدامكم حبه. البلاطو اللي راح نديره لكم اليوم يخرج 30 حبه، يعني كاين حتى بلاطو اقل منه. راح نعطيكم المقادير المضبوطه. انا حسبت البلاطو هذا يخرج لي 20 حبه، على بها قلت لكم ندير 20 حبه، بصح اونفان دار لي يعني 30 حبه، معليش حتى اللي تحب تتعلم دير تقدري تتعلمي في 30 حبه. المهم درت لكم قلت لكم العجينه بالميزان وبالكيل، اللي عندها الميزان تقدر تخدم، واللي ما عندهاش الميزان ثاني تقدر تخدم بالكيل عادي. المهم نمروا مع بعضنا نشوفوا محتوى الفيديو هذا. نبداو اول حاجه بالعجينه نتاعنا. هنا حطيت السمن نتاعي يذوب ويبرد، لازم يكون بارد، مع درك الجو يعني بارد راهو موش راح يطول، مش كيما الصيف كي تسخنوه يطول شويه باش يبرد. ذوبته خليته بجهه ونروح نكيل الفارينه. هنا راح نكيل لكم بالباطه نتاع الزبده نتاع 250 غرام هكا باش ما يختلفش الكيل نتاعي، وتعرفوا واش كيلت وانتم مثلا كي تجربوا يكون عندكم نفس النتيجه. درت 3 كيلات ونص نتاع الفارينه، 3 كيلات ونص تاع الفارينه جاوني 700 غرام. انا درت 700 غرام في البلاطو هذا، ومن بعد تشوفوا هل العجينه هذه كفاتني ولا خصتني ولا زدت. المهم 3 كيلات ونص نتاع الفارينه، شوفوا هنا جاوني 750، بصح انا نقصت 50 غرام هذيك، درت غير 700 غرام فارينه. اللي عندها الميزان دير 700 غرام، واللي ما عندهاش دير 3 كيلات ونص نتاع الفارينه. الفارينه هنايا خدموا بماما، خدموا بسيم، اي حاجه توفرت عندكم. والنص كيلو هذه كملتها نشا. العجينه هذه راني سبق ودرتها معكم، وقلت لكم ديروا 90 غرام نشا، نص كيلو نشا ولا 90 غرام حتى 100 غرام نتاع نشا، هكا 3 كيلات ونص فارينه ونص كيلو نشا. قرصه نتاع الملح والفانيليا اكيد. ديت هنايا نخلت المكونات تاعي الجافه، اكيد لازم ديما تغربلوهم، هذه المرحله ضروريه لكل وحده تخدم الطلبيات. وعندي هنا بيضه كامله. البيض بما انه الكميه نتاعي هنا قليله كيما نقولوا، ما درتش العجينه نتاع الفارينه كيلو فما فوق، نقصت درت نصف بيضه برك. بصح اذا درتوا مثلا كيلو فارينه فما فوق ديروا بيضه كامله. هنا كي يكون الجو بارد راكم تشوفوا فيا حطيت الماء وما زهر دافيين فوق هذاك السمن مباشره، هكا نحي هكا باش ما يديرليش هذوك الحبيبات، باش ما يتكعبرليش هذاك العجين ونحصل فيه. دفيت الماء وما زهر بجهه يكونوا دافيين برك. حطيت السمن نتاعي فوق الفارينه وصبيت مباشره فوقو هذاك الماء، خليط نتاع الماء وما زهر. كاين اللي يحبوا يجمعوا بالماء الزهر وحده، كاين اللي يحبوا يديروا ليكستري نتاع ماء الزهر، درك انتي كل وحده واش تحب. بصح كي تكوني مبتدئه راح تكتفي بهذا المقادير، تخدمي كيما نقولوا واش متوفر عندك. هنايا نبدا نعجنها، يعني عجن خفيف. راح تدي لكم حوالي كيلو ولا كيلو ناقصه دو دوا نتاع الماء حسب نوعيه الفارينه، اذا تشرب ولا ما تشربش. وانتي اذا كنتي مبتدئه اكيد الماء ما كيش راح تلوحيه على ضربه، بداي لوحي الماء بشويه حتى تجمع لك هذيك العجينه، ما تكون طريه وما تكون يابسه بزاف. هذه هي. واكيد كنتو كي تخليوها تريح الفارينه هذيك راح تولي تشرب بشويه. هنا قسمتها ل 8 كرات، نتوما ديروا 8 كرات ولا 10 كرات، المهم يكونوا حجم شويه متوسط. جيبوا بابي فيلم ولا ساشي وخليو العجينه نتاعكم تريح. هنايا هذه العجينه على غرار العجينه
التقليديه ماهوش شرط تبات، خليوها 4 سوايع 5 سوايع، مثلا ديريها الصباح تخدمي البقلاوه نتاعك في المساء عادي، ما يصرى لها والو، كيما نقولوا تعطيك نتيجه مليحه. وصدقوني حتى في البنه تجي هايله، على غرار العجينه التقليديه اللي لازم تبات، لازم تبات باش تعطيك طوع وتمشي لك مليح وما تتقطعلكش. المهم انا هنايا درت البقلاوه هذه في نهارها، يعني ما عنديش الوقت، لازم نصور معاكم وفي ساعه نزرب نحط لكم الفيديو، وراح نعاود نخلي لكم الروابط اللي خدمت في تاع البقلاوه اللي خدمتهم من قبل. هذه العجينه تاعي نخليها تريح ونروح نمر للحشو. هنايا عندي الكاوكاو، راح ندير في البلاطو هذا، هو يهز قولوا حوالي 600 غرام، 600 غرام نتاع الكاوكاو ولا نتاع الحشو. انا زدت شويه باش نشوف اسكو الكميه هذه تكفيني. انا درت 700 نتاع العجين و700 نتاع الحشو. من بعد راح نقول لكم الابعاد نتاع البلاطو هذا، ولا نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. جيت هنايا الكاوكاو نتاعي حمصته، ومن بعد نرحيوه عادي يكون رقيق. المره الاولى راح نوزنوه هنا قدامكم باش تشوفوا بعينكم. هذه الكميه الاولى، من بعد زدت حتى ل 700 غرام، زدتها 700 غرام، هنا كانت تقريبا 600 بصح زدت 100 غرام باش نشوف اسكو تجيني عاليه تجيني وجاتني يعني سوا. المهم هنايا درت 3 كيلات ديما بالعلبه نتاع الزبده، نكيل 3 كيلات نتاع الحشو يكونوا بيان بومبي. انا هكا ندير الفارينه نديرها 3 كيلات ممسوحين، وكما نقولوا الحشو نكمل بنفس الكيله بصح نديرها شويه بومبي. هذه هي عادي مبتدئه، مش شرط ديري لوز ولا جوز، بدا يتعلمي في الكاوكاو كيما تعلمت الناس كامل، واحد ما زاد متعلم، واحد ما بدا يخدم بالجوز واللوز. جيبي يا اختي رطل تاع الكاوكاو وخدمي اتعلمي. الحاجه المهمه انك تعرفي كيما نقولوا القوام نتاع العجينه، تعرفي القوام نتاع الحشو نتاعك. هذو هما الامور اللي لازم تعلميهم. ومن بعد كي تبداي تجربي في هذيك تاع الكاوكاو، اكيد من بعد تاع الجوز واللوز راح تجيك ساهله، يعني خير ما تخسري المكونات والاخر تبداي تتعلمي في تاع الكاوكاو احسن. درت هنا 3 كيلات نتاع كيما نقولوا تاع الحشو تاع الكاوكاو مرحي، وضفت لها كيله ناقصه 2 دواء نتاع السكر العادي، خلطتهم شويه، زدت لهم الفاني، ومن بعد ندير لهم قرصه نتاع القرفه. ومن بعد عاودت رحيت الكاوكاو والسكر. ضروري في كامل الحلويات المعسله انك عزيزتي المبتدئه تعاودي ترحي الحشو نتاعك مع السكر هكا باش تضمني بلي السكر نتاعك راهو يذوب وما يبقاش كما نقولوا يغزغز في هذيك الحشوه نتاعك، تتاكدي بلي راهو ذاب ما يتحجرلكش. هذه هي راني ديما ناكد لانه على بالي بلي يكونوا مبتدئات جدد يدخلوا للقناه. وهنايا نبدا نبتل في هذاك الحشو نتاعي. انا قلت لكم لاني بحكم يعني ما همش طلبيات للناس على بها راني كما نقولوا نخدم ما حرقش في المراحل. انتوما قلت لكم ديما بللوا الحشو نتاعكم مليح حتى تعطيو له طول كميه مليحه نتاع ماء الزهر وخليوه يبات. في هذيك الليله اللي بات فيها مثلا مع العجينه والحشو يباتوا في زوج، راح تشوفوا هنا نسيت ما حطيتش السمن، ضروري ديروا 2 ملاعق الى 3 كبار معمرين مليح بالسمن ذايب وبارد وتخلطوا. قلت لكم الحشو نتاعكم لازم يبات تما كما نقولوا عطيو له حقه شويه في ماء الزهر. وهنا انا خليته واحد 3 سوايع برك شرب، كي رجعت عنده لقيتو شرب، هذاك هو لقيتو حاكم روحه. وهنا بعد ما ريحت العجينه نتاعي ريح الحشو نتاعي نروح ندير عمليه التوريق. كيما راكم تشوفوا نجيب هنا كل كوريه نرش عليها شويه نشام لتحت، نحلها بالطول، نديرها هكا شغل مستطيل، نمسح لها مسحه خفيفه بنشا، ونعاود نحلها طوليا ونحطها بجهه. نعاود نفس الطريقه للكوريات الربعه الاولين، ما تخدموهمش كامل مع بعضهم لانه العجينه بزاف ميدمه راح تولي تلقى لكم ليدان بعد وتعذبكم. ديروا مثلا 4 ولا 5 نحلهم طوليا، ومن بعد في 4 هذو الطبقه اللي راح نديرها من تحت. نفس الطريقه نكمل 2 كوريات هذو هاي ليكم، وبين كل طبقه وطبقه نمسح مسحه خفيفه نتاع نشا. قلت لكم لانها يعني بس مليح العجينه نتاعنا راح تولي تلقى لنا ليدان، ما نحبوهاش تلصق في بعضها. ونروح نخدمها بالماشينه. هنايا اللي عندها الماشينه دير المرحله هذه. وراني درت لكم البقلاوه بدون آلة توريق ناجحه، بزاف اللي جربوها. تحبي تتعلمي غير بالحلال ولا ديري مونشارك تاع البالي يتصلح لك عادي جدا، كل وحده يعني دير بوش متوفر عندها. نحكم كل كوريه، شوفوا كيفاش راح نخدمها في الماشينه. اول مرحله لازم تخدموا المرحله هذه يا البنات. حليتها نحلها، نروح للرقم الخشين كامل ونحلها ونعاود نطبقها،
نعاود نحلها كما راكم تشوفوا هنا. مانيش ندير فنشه، يعني راني غير نخدم في العجينه نتاعي، نديرها 3 مرات المرحله هذه. هاي واضحه قدامكم حتى نكمل 4 طبقات هذو الخشن اللي عندي. والعجينه هذه راح تدير يعني كما نقولوا خير ربي، راح تخدم لي شويه لتحت وشويه لفوق. كما تشوفوا كل مره نزيد رقم. مثلا بديت انا الماشينه نتاعي ما فيهاش الارقام، مثلا انت اذا خرجتيها في الرقم مثلا الخشين كامل في الماشينه نتاعك 7 ولا 8، صوتي 2 ارقام وزيدي خرجي، وبين طبقه وطبقه حطي حتى تكملي 4 طبقات هذوك. انا كل طبقه قسمتها على 2 ونعاود نخرجها في الماشينه ونزيد نرش نشا ونحط الطبقه اللي بعدها. شوفوا حتى نوصل يبقى لي غير الرقم ما قبل الاخير، يعني نوصل للرقم ما قبل الاخير يبقى لي غير الرقم الاخير. انا البقلاوه شوفوا الماشينه تاعي راهي شويه قديمه، يعني الرقم الاخير راهو ما يحلها ليش كيما نقولوا رقيقه خلاص، لانه الالات التوريق نتاع دركا الرقيقه كامل راهي تقطع الورقه نتاعي مازالت شويه يعني قديمه وترخفت لي شويه. المهم اذا حيانا ربي نقدر ممكن يعني نشري وحده جديده ونشارك معكم اكيد النتيجه نتاعها. المهم نبدا هنا. شوفوا زدت كل مره نزيد رقم ونحل ونجي نحط بيناتهم نشا ونعاود نحط حتى يبقى لي غير الرقم. شوفوا هنا راهو بقى لي غير الرقم الاخير. هنا هذا النتيجه نتاع دركا في الرقم ما قبل الاخير، يبقى لي غير الرقم الاخير. نحط البلاطو نتاعي قدامي، نبدا نحط السمن نتاعي اللي راح نورق به، ونبدا نخرج في الرقم الاخير ونحط في البلاطو مباشره. هكا ما نبقاش نعاود في الخدمه، ما نبقاش انا كل كوريه راح نطويها وراح كيما نقولوا نخرجها من الرقم الاول للاخر. ان شاء الله تكون برك الفكره واضحه، راني ديما ناكد لكم على الطريقه هذه. شوفوا خرجتهم كامل هام قدامكم. الطبقه اللي راح نديرها لتحت، شوفوا الطبقات اللي الفوق راني مازال ما خدمتهمش لانه شويه بارد الحال، خفت لا ينشفوا لي الطبقات وتتكسر لي هذيك العجينه، يعني ما تصلحليش. هنا جبت سمن ذايب وبارد للتوريق اكيد ونشا قدامي. مثلا اذا خصيت ولا شفت العجينه نتاعي شويه طلقت كما نقولوا طلقت هذاك السمن، نولي نرش عليها شويه فارنه. هنايا جبت البلاطو نتاعي ابعاد نتاعو 27 على 23، 27 على 23 هو يهز 600 غرام. بصح انا زدت 100 غرام في العجينه، زدت 100 غرام في الحشو وشفت، وراح نقول لكم الكميه هذه شحال دارت لي بالضبط، هل كفاتني ولا فضل لي ولا. المهم بديت هنا الطبقه الاولى. البلاطو تاعكم حطوا طبقه مليحه نتاع السمن من تحت هكا باش ما تتحرق لكمش، وتبداو عمليه التوريق. اذا كنت تخدمي بالماشينه راح تبداي تخرجي في الرقم الاخير وتحطي ديري طبقه بالطول طبقه بالعرض، سهله ما فيها حتى يعني حاجه كبيره ولا راهو غير الخوف برك ولا هكا الهيبه نتاع البقلاوه اللي يخافوها الاخوات ما يحبوش يقربوا ليها. هنا السمن تاعكم اللي تورقوا به ما يكونش سخون، يكون دافئ فقط، لانه اذا درتوه سخون راح يطيب لكم هذيك العجينه ويعجنها لكم هنايا وما تجيكمش نتيجه مليحه. وهنا ثاني ملاحظه ولا قبل ما ننسى، قلت لكم اللي تخدم بالماشينه هاي كيفاش تورق، واللي تخدم بالحلال عادي حلي الطبقات نتاعك وحطيهم مباشره، هزي بالطبقه بعد ما تكوني حليتيهم كامل يعني رقيق مليح، تحطي تهزي بالطبقه وتحطي وتورقي بيناتهم. انا هذيك الطريقه اللي تديروها ولا كاين يعني كل وحده وطريقتها. كاين اللي تحب تهز الطبقات في 7 مثلا ولا في 6 وتحطهم مباشره فوق البلاطو، ومع الاخر تفرغ فوقها مثلا الكاس ولا 2 نتاع السمن. انا الطريقه هذه ما هي ناجحه، ما نقولكمش ماهيش ناجحه، بصح انا جامي جربتها باش نقول لكم يعني تصلح لي ولا ما تصلحليش. انا نحب نورق بالطبقه، يعني نحب نحط هكا نسمن بين الطبقات وما نكثرش بزاف باش ما تجينيش حتى فيها من بعد طعم السمن بزاف. كل ما درت طبقه نعلم الحافه نتاع البلاطو باش ما ننساش. كاين اللي يديروا 6 طبقات من التحت، كاين اللي يديروا 7 طبقات من التحت، كاين اللي يديروا 8 طبقات، كل حلواجيه ويدها وكل وحده عندها اللمسه نتاعها في البقلاوه نتاعها. يعني انت اذا ساعدوك 7 ديري 7، اذا ساعدوك 10 ديري 10. المهم هذه هي، ونبدا نورق.
نهز هنا كيما راكم تشوفوا درك خلاص سهلت عليا العمليه. نبدا نهز العجينه نتاعي اللي راهي قدامي والبلاطو راهو قدامي، نخرج في الرقم الاخير ونبدا نورق. صدقوني ما تديش منكم حتى 20 دقيقه في التركيب نتاعها. ديجا الحشو راهو واجد يستنى، مباشره تخدموه تحطوه وهذه هي. وقلت لكم البقلاوه اللي خدمتها بالحلال ولا بدون التوريق راح نخلي لكم الرابط نتاعها في صندوق الوصف. هذه هي راح تشوفوا يعني المراحل كامل قدامكم، يعني تعمدت ما نحيلكمش المراحل هذو باش تشوفوا، لانه الوصفات بالتفصيل تشوفي الطريقه، تشوفي مش كيما مثلا نقول ديري 7 ديري 6 ديري. المهم هذه هي. وثاني ملاحظه هنايا الطبقات هنا الجوانب ما تنحيوهمش حتى تحطوا الحشو نتاعكم، وحاولوا بين كل طبقه وطبقه شوفوا راني نحط كل طبقه نحطها شويه فوق الطبقه اللي حداها، ما نبعدهاش عليها هكا باش من بعد الحبه نتاع البقلاوه كي يطيبوا كيما نقولوا يتلاصقوا، والحبه نتاع البقلاوه ما تهرب لكمش، ما يهرب لكم لا حشو ما تهرب لكمش الطبقه التحتانيه، يبقى كلش لاصق مع بعضه. وهنا ناكد لكم الجوانب ما تنحيوهمش حتى تحطوا الحشو نتاعكم باش ما يهرب لكمش. هذه هي. ونكمل نورق بالطريقه هذه. الطبقه اللي تحطوا عليها الاولى نتاع البلاطو ديروا فيها السمن، والطبقات اللي لامسوا الحشو حذاري ما ديروش فيهم السمن. انا راني ما نديرش السمن في الطبقات اللي لامسوا الحشو، وعلاه لانه يطير لي الحشو. انا من قبل يعني كي بديت نجرب في البدايات كنت نحط شويه سمن هكا في الطبقه اللي تلامس الحشو، ومن بعد لقيت باللي بعد الطياب ينفصل لي الحشو، ينفصل لي كامل على العجين. على بها ما نحطش نهائيا، وكل وحده تجرب تجربه. اكيد لازم تفزدي مره، خاصه اللي ما قاستش خلاص البقلاوه، يعني كما نقولوا اللي تبغي تجربها وما قاستهاش خلاص. هذه هنايا كملت 6 طبقات. قلت لكم انا ندير 7 طبقات من التحت وندير 6 طبقات من الفوق. وعلاه ديروا طبقه 7 يعني اونكا لا تطحرق لك الطبقه التحتانيه ولا. المهم ديري حسابك، ديري 7 طبقات من التحت اذا كنتي مبتدئه، ومن الفوق ديري 6 طبقات. هذه هي الطبقه الاخيره كما راكم تشوفوا. نجيب هنا ولا هذه السادسه، هاي لكم السادسه قدامكم. وهذوك الجوانب اللي يبقاو لي نحيهم بجهه، حتى مثلا كش ما خصيت كما نقولوا نديروهم في الجنب ولا نلقاها ما نخسرش بزاف العجين. وهذوك الجوانب كي تكملوا اكيد راح تحطوهم في ساشي، ما تنحيهم كي تحطي الحشو وتنحي الجوانب اكيد راح تحطيهم في ساشي. من بعد ديروا مقرقشات، ديروا اي حاجه بهم. انا ما نرميهمش، ديما نحب نديرهم هكا مقرقشات نقليهم ويجيو بزاف بنان. نكمل هنا الطبقه نتاعي. شوفوا هنايا كيما البلاصه هذه راني كملتها بالجنب كيما راكم تشوفوا. المهم هنايا رحت كملت 7 طبقات اللي لتحت وحطيتها بجهه ورحت للحشو. نتوما قلت لكم ناكد لكم ثاني الحشو خليوه يبات. وهنا لقيتها شويه ناشفه، زدت لها قطرات نتاع ماء الزهر، يعني ما نحبش الحشو نحطوه هكاك ناشف بزاف يجيني يابس، من بعد يتحجر لي هذاك السكر بعد الطياب. كي ندير الحشو نتاعي يابس من نهار وليت ندير الحشو نتاعي نبللو مليح ونتاكد باللي السكر ذاب ونخليه يبات، وليت نلقى النتيجه اللي نحوس عليها انه يجيني معسل حتى القلب، يعني يجيني طري من الداخل، ما تجينيش هذيك الحبه نتاع البقلاوه يابسه وناشف من الداخل هكا عادي يدخل له هذاك العسل حتى للقلب. هنا حطيت الحشو نتاعي. حاولوا تركزوا على الجوانب ثاني، مش كما نقولوا نعمروا المنتصف يجي عالي والجوانب يجيو هابطين، خاصه كي تكون الحبه مربعه. ونجيب هنا كوبات ولا ملعقه ولا ونضغط ضغط خفيف هكا، راني مانيش نضغط بزاف، غير ضغط خفيف هكا نسوي لها الوجه باش ما تجينيش هيك البقلاوه نتاعي كما نقولوا محرحشه كامل فوق وتعطيني منظر ماهوش مليح. بعد ما حطيت الحشو نجي نحي الجوانب هذو كامل. حاولوا يعني الجوانب هذو تحطوهم بعد في ساشي كش ما خصيتوا ولا قدر توصلي الطبقه الاخرى ما تلقايش يعني العجينه ما تبقالكش، حاولي تحتفظي بهم حتى للاخير. نجيب هنا الطبقات الربعه اللي بقاو لي، نحط البلاطو تاعي من جهه، عاود نحط العجينه فنشه نطويها الطويه الاولى كما تشوفوا حليتها طوليا، نطويها الطويه الاولى، نعاود نخرجها في الماشينه في الرقم الخشين كامل 3 مرات باش نخدمها مليح، ومن بعد نبقى من الرقم الخشين للرقم الاقل منه هكا. قلت لكم انا الماشينه تاعي ما فيهاش الارقام على بها ما نقدرش يعني نحسب لكم شحال كل وحده كيفاش تخدم الماشينه نتاعها.
حتى يبقى لكم هنايا الرقم ما قبل الاخير. تبداو تحطوا البلاطو نتاعكم، تخرجوا في الرقم الاخير وتحطوا مباشره فوق البلاطو. ثاني ملاحظه، كاين اللي يدير السمن ويحط النشا بين طبقات، راهم كامل طرق يصلحوا، ماشي مثلا تقول هذيك انا ندير هكا بقلاوتك ما تصلحش، ولا راهم كل وحده عندها لمسه كما نقولوا لمسه خاصه في البقلاوه نتاعها. تقدروا تورقوا سورتو في الطبقات اللي الفوق، يعني الطبقات اللي تحت ماناش راح نحتاجوهم بزاف يتورقوا، لانه فوقهم الحشو اكيد مش راح تورق بزاف، بصح الطبقات اللي الفوق نحوسوا على التوريق يكون مليح. فهنايا تقدروا في المرحله هذه كيما هنا تدهنوا هكا بالسمن، وما تبالغوش في السمن بين الطبقات. العجينه راهي مبسه كيما نقولوا، راهي حتى تولي تطلق لكم ليدام، فحاولوا انها تكون برك مسحه خفيفه نتاع السمن. ونجي هنا نورق كيما تشوفوا، مره نحط بالطول ومره نحط بالعرض حتى نكمل 6 طبقات اللي الفوق. تحبي ديري 6 تحبي ديري 7 حسب العجينه نتاعك، حسب يعني انتيا بقلاوتك كيفاش تحبي. شوفوا هنا دي فوا يبقى لي نص صغير برك، نكملوا بهذا الجوانب اللي يبقاو لي. هنا نروحوا للطياب نتاع البقلاوه اللي ضروري وبزاف تساؤلات، يعني طريقه التوريق راهي واضحه قدامكم. الطياب نتاع البقلاوه اللي كما نقولوا بزاف يتسائلوا عليه وبزاف يخافوه. كاين اللي يديروا مثلا بلاطو يبعثوه للكواش، هو يطيبها لهم ثم هو يعسلها لهم. انا نقول لكم الطريقه تاعي انا كيفاش راني انا نطيب البقلاوه. انا نطيبها في الدار، نطيبها في الكويزينيير نورمالمون كريستور ولا حاجه كيما هكا، حتى لا مارك تاعها والله ممسوحه. واش نقول لكم، يعني كويزينيير نتاع الدار عادي، ماهيش هذيك سبيسيال تاع الكوشه تاع نتاع الكاطوات ولا لا. من اللي كنت نطيبها في الكويزينيير، بصح خرجت انا على الطياب نتاع الكويزينيير تاعي، خرجت على درجه الحراره نتاعها، على كيفاه مثلا نطيب كيف وقتاش نشوف الطبقات نتاعي من التحت. فانتيا مش شرط تكون عندك فور بروفيسيونيل ولا لا، كل وحده تعرف الفور نتاعها يعني سخون ماهوش سخون. وهذه هي البقلاوه راهي تختلف من البلاطو الكبير للبلاطو الصغير، يعني كل ما زاد الحجم نتاع البلاطو راح تزيد مده الطياب نتاعها في الكوشه. اذا كيما مثلا البلاطو هذا راهو دالي حوالي ساعه بين التحت والفوق، يعني بلاطو صغير موش راح يدير لي بزاف، نورمالمون ساعه وشوي، بصح انا ما نحسبلهاش. كاين البلاطو الكبير نتاع مثلا 40 على 40 راهو يضرب قريب ساعتين في الفور، في الكوشه ولا في الكويزينيير. فكل بلاطو لازم حسب الحجم نتاع البلاطو اللي طيبته. انا هنا شوفوا كيفاش ندير البلاطو كيفاش نطيب البقلاوه نتاعي. نسخن الفرن نتاعي مثلا ربع ساعه قبل ما نسخنوش بزاف، نشعلها وما عنديش صدقوني ما عنديش حتى درجات الحراره. شوفوا اول حاجه هنا العجين اللي بقالي، دوك نقول لكم على الاخر البلاطو هذا شحال يهز قد يعني انا درت 700 غرام نتاع الفارينه، نتوما 600 غرام راح تكفيكم سوا. واش هو لازم ديما تزودوا شويه من كميه العجينه باش هكا ما تخصوش، يعني بالك توصل لك طبقه من تخصك طبقه ولا وتحصلي منين راح تكمليها. يعني تحاولوا ديما تزودوا شويه العجينه نتاعكم تكون زاكيه وتكون يعني تكفيكم. قلت لكم الطياب نتاعها انا ندخلها للفرن، ندير النار متوسطه يعني نقص لها كامل. حاولوا على الاقل تكون 160 درجه ما تفوتش، يعني الفرن نتاعها يكون كيما نقولوا الفرن نتاعها يكون فيه الارقام وفيه درجه الحراره ما تفوتيش 160 درجه. تحطي البلاطو نتاعك في الوسط نتاع الفرن، ما تهبطيش. اذا شلفتي لها الطياب راهي ماهيش راح يعني تطيب لك ويبقاو الطبقات لداخل خضر، يعني تحمر من الجوانب باش ما تحمرش وتبان لك طايبه، بصح كي تحليها من الداخل تبقى لك خضراء. تشوفي الجوانب نتاعك تحمروا، يعني بعدوا الجوانب نتاع هذا البلاطو، بعدوا على البلاطو وتحمروا مليح. انا كل مره نبقى نعس فيها، نبقى نقلب في هذاك البلاطو نتاعي، ما نخليهاش تطيب على فرد جهه ولا نخليها مثلا نخليها ساعه ونروح نطلع ليها، لا كل مره نقلب هذاك البلاطو باش تطيب لي وتتحمر لي من كامل الجوانب. كي نشوف الجوانب تحمروا مليح نهبط هذاك البلاطو نتاعي تاع البقلاوه لاسفل الدرج
ونشعلها من الفوق. كي نشعلها ثاني من الفوق ما نروحش نخليها، نبقى كل مره نشوف الجهه اللي ما تحمرت ليش ندورها هكا، نبقى نعس فيها حتى نتحصل على النتيجه. انا هكا صراحه نطيبها في الدار، جامي بعثت لبرا، جامي بعثت الكواش، وما عنديش فرن يعني كما نقولوا سبيسيال ولا فرن هذاك تاع الساعده. جيت هنايا نقصها الطبقه الاخرى، ما تدهنوهاش باش تسهل عليكم التقطيع. اذا كان دهنتوها راهم الطبقات راح يهربوا لكم، خاصه الطبقه الفوقانيه وتجيكم كارثه. خليوها هكا حتى تقطعوها، خليوها ساعه تريح ولا ساعتين ومن بعد روحوا قطعوها. انا هنا درت 4.5 سنتيم نورمالمون قصيت. شوفوا هذاك العرض نتاع البطن تاع بابي الومنيوم درتها هكاك باش نهز القيس، وكي قيستها لقيتها 4.5 سنتيم. راح نخلي لكم كامل المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. هنا من المستحسن انه يكون الموس ماضي، يعني تكون الموس كيما نقولوا ياخذ لك الراي كي تدخليه ما تخرجيش، اضربي من التحت حتى تخرجي. وكي تقطعي البقلاوه تاعك قطعي حتى لتحت خلاص، يعني حتى توصلي للبلاطو من التحت، دخله خرجه دخله خرجه، مره على مره غطسي الموس نتاعك في السمن، ويعني ديري بهكا باش ما يهربولكش طبقات. وشوفوا هنا راكم اذا دهنتوا الطبقه هذه راح يجيكم تقطع كارثه، راح تهرب لكم العجينه، راح تولي كيما نقولوا تطلق روحها وما يساعدكمش كامل في التقطاع. بعد ما تقطعوها ادهنوا هذاك الوجه قلت لكم بالسمن. وتقدري مثلا اذا كنتي ما كنتيش مزروبه تقدري تخليها تبات ليله في الفريجيدار عادي. المهم هنا كملت دهنتها بالسمن هذاك اللي بقالي ودخلتها الطيب. طريقه الطياب راني شرحتها لكم، ما رانيش بروفيسيونيل، بصح بالتجربه خرجت على الفور تاعي وخرجت على طريقه الطياب نتاعها، ما نحسب الوقت ما نحسب درجه الحراره، على بالي البقلاوه نتاعي كي طيب يعني نعرف لها الطياب نتاعها. بعد ما تخرج وهي سخونه هكا كيما راكم تشوفوا نحط عليها عسل نتاع المحلات، العسل المشري. اكيد كميه الحشو هي كميه العسل، زيدوا عليها شويه باش يشرب مليح. مثلا اذا درتوا كيلو نتاع الكاوكاو في الحشو ديروا مثلا كيلو 200 كيلو 300 غرام نتاع العسل باش تجيكم معسله مليح، لانه خاصه الكاوكاو راهو يشرب، العجينه تشرب. هذه هي، وتخليوها كل ما خليتوها في البلاطو ليله ليلتين راح تولي تشرب لكم. المهم راح نقول لكم البلاطو هذا شحال هز لي، ونخلي لكم كامل المقاييس اكيد دائما في صندوق الوصف. درت انا 700 غرام نتاع الفارينه، بقات لي شويه منها يعني 600 غرام راح تكفيكم سوا خاصه اذا كنتوا تخدموا بالماشينه. الحشو ثاني درت 700 غرام كيما وزنت قدامكم، ودرت 700 غرام وجاتني عاليه، يعني عاليه ما شاء الله. اللي ما يحبوش البقلاوه نتاعهم عاليه بزاف 600 غرام راح تكفيكم. العسيله ثاني اكيد راح تشريو كيلو. اذا حطيتوها مثلا عسلتوها اليوم وخليتوها الغدوه من ذاك لقيتوها ناشفه مثلا ولا لقيتوها شربت هذاك العسل كامل، تقدروا تضيفوا لها عادي. دفيو هذاك العسل، دفيوه برك مش تسخنوه، دفيوه برك وضيفوا لها العسل راح تشرب عادي. هي تشرب كي توصل للحد نتاعها راهي تولي تحبس كيما نقولوا. حطوا لها شويه بالزايد باش تجي معسله القلب. وشوفوا الباقي هذاك كامل راح يبقى في البلاطو. وهنا اكيد المرحله الاخرى اكيد مثلا اذا درتي للدار وتتعلمي راح يبقى الديكور اختياري، تحبي ديري الكوكياجات تحبي، ولا اذا تخدمي للناس راح يكون حسب طلب الزبون. انت كي يجي عندك الزبون لازم تستفسري على كلش، تستفسري على الديكور، تستفسري على مثلا الحشو اللي كان بغيتو عالي ما بغيتوش عالي، وهكذا يبقاو اذواق الناس كل وحده كيفاش تحب تخدم بقلاوتها. نجيب هنا الدونتيل ولي كيسات ونبدا نعمر في البقلاوه تاعي. بالنسبه للاسعار اللي نفس السؤال يتكرر ديما في كل فيديو خاصه في الانستغرام، وكي نقول لكم ما نقدرش نجاوبكم، نحس فئه يعني كامل الناس تقلق مني، فهنا حبيت نجاوبكم بكل صراحه. انا راني ما رجعتش نخدم، راهم بزاف يحسبوا فيا رجعت نخدم وانا راني مازال ما خدمتش، هذا فقط لمجرد التصوير، لاني تبعت التام نتاع الطلبيات، تبعت الحلوجيات، مانيش نصور في الطياب اليومي ولا في غير في مثلا في 10 حبات، ولا راني ندير لكم غير في الكميات الكبيره وعفوا الكميات المضبوطه اللي يحتاجوها الحلوجيات. على بها كملت في التام هذا نتاع الكاطو في البواط وهكذا. وهذا اللي خلى بزاف اخوات يقلقوا مني، وبالك دي فوا نقول لهم مانيش نحسب ويحسبوني بلي راني نخدم. فلا لا، انا نهار كي نولي نخدم راني نقول لكم تعرفتوني، ومن نهار عرفتوني صريحه معكم راني مانيش نخدم للناس،
راني غير نصور للدار. فنهار كي نولي ان شاء الله نخدم للناس راني راح نقول لكم عادي جدا، ما عندي لا نخبي ما عندي. وبالنسبه للسعر، السعر راهو فرق بين اني انا نصور يعني عندي حوايج في الدار وبني اني نروح نجيب السلعه ونخدم براحتي، مثلا نخدم الصباح نخدم العشيه، مش كيما حلوجيه مقيده بالوقت، مقيده مثلا انت تعطي لها نهار تعطي لها نهارين تكون تخدم في ساعه، عندها ديجا راهي عندها طلبيه منا ولا عندها طارت منا ولا المهم ولا عندها حتى 10 طلبيات، راهو فرق كبير. كل وحده ديما نرجعوا لنفس الحكايه نتاع كل وحده تقيم تعبها، راهو مش كيما وحده عندها فرق طلبيات تاع بقلاوه نتاع 10 حبات ولا 20 حبه، كيما وحده راهي عندها الكعكات عندها البقلاوه عندها صابلي عندها طارت عندها وهكذا. فهمتوا ان شاء الله؟ يعني ما تقلقوش برك مني، حبيت فقط نوضح هذه النقطه لانه بالك انا كي ما قلت لكمش بلي مانيش نخدم تحسبوا في هذو كامل طلبيات للزبائن. المهم هنايا درت الديكور هكا، كان عندي هذا الجوز شريته لواحد الوصفه ومازال ما درتهاش، يعني باذن الله نحاول نديرها معكم. درته في العسل والجلوكوز، اكيد ذوبتهم شويه حطيت لك هذاك الجلوكوز روحو ودرتها من الفوق. وانتوما تقيدوا دائما بواش يطلب منكم الزبون. درت لها شويه الورقه الذهبيه من الفوق، معشوقتي كيما تعرفوني. المهم وصلنا لنهايه الفيديو حبيباتي، راح نفتح حبه قدامكم الاكثر مصداقيه، راح نخلي لكم رابط الانستغرام. مرحبا بكم كامل، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.